في استعراض للتحديات التي تواجهها تونس، أفاد وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش بأن تونس تواجه اليوم تحالفا بين الإرهابيين والمهربين. وشدد البكوش في لقاء نظمته القنصلية العامة لتونس بباريس حول موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف، شدد على ضرورة التعجيل بالنهوض بالتنمية الاقتصادية للجهات الأقل حظا. كما كانت لوزير الشؤون الخارجية زيارة لأحد التونسيين ممن أصيبوا في هجمات باريس الأخيرة. مراسلنا وسيم الدالي واكب الزيارة. بعد أكثر من أسبوع على اعتداءات باريس، بدأت حالة أحد جرحى الهجوم العنيف على مقهى الباتاكلان تسير نحو التحسن. هذا التونسي المقيم بباريس حظي بزيارة وزير الخارجية الطيب البكوش الذي حل بمستشفى بيرسي للاطمئنان على وضعه الصحي، خاصة بعد أن أجرى عمليتين على مستوى الأمعاء أجبرته على البقاء في قسم العناية المركزة. نسمع كان في ضرب الكرتوش على السيرفر وعلينا هابط من رابعة جهة الكرتوش، فهمتني؟ طحنا في القاعة، فهمني؟ ومن بعد هما دخلوا للقهوة، قاتلوا لي في الصالة كليك. قمت أنا جريت، فهمتني؟ جريت وشقيت كياس ودخلت في قهوة أخرى. قلت لهم سو لازم سيلفو بلاي، فهمتني؟ شوي بليسي وطحت غاديكا، نحس روحي مولود جديد، فهمتني؟ ونحمد ربي ونشكره. يستمر في هذا المستشفى علاج ضحايا الإرهاب، لكن لتجنب الوصول إلى مرحلة العلاج يتوجب الوقاية من الخطر الإرهابي وتحديد استراتيجيات فعالة للتصدي له. مسألة كانت محور ندوة جمعت وزير الخارجية بعدد من أفراد الجالية التونسية ونشطاء من المجتمع المدني. الندوة التي احتضنتها دار تونس كانت فرصة لتبادل الآراء بين جل الحاضرين ووزير الشؤون الخارجية حول التحديات التي تواجهها تونس فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الأوضاع الليبية الراهنة وضرورة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي. انتقلنا المرحلة نتاع تنظيم سلسلة من الورشات في كيفية تفعيل كل بند من بنود وكل ركيزة من ركائز هذه الاستراتيجية. أول ورشة عملناها هي الورشة المتعلقة بالوقاية، كيفاش تقع الوقاية. عندنا ورشة ثانية مبوبة مش تقع قريبا، هي كيف نتعامل مع الشباب التونسي الموجود في بؤر التوتر ولا هو باش يرجع لتونس. في هذا السياق طرح عدد من المشاركين مجموعة من الحلول في شكل مقترحات تهم الداخل التونسي وخارجه، أبرزها إنشاء مركز ثقافي تونسي بباريس يكون بمثابة واجهة ثقافية تحيط بأبناء الجالية وتساهم في الحماية من خطر استقطاب الجماعات المتطرفة. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.